في هذه الحلقة من آخر صورة، امرأة فقدت زوجها وولديها الشباب في لحظة واحدة. البيت ما زال واقفاً، لكن حياتها لم تعد كما كانت. هذه قصة عن فراغ كبير، وعن امرأة تحاول أن تواصل حياتها رغم أن كل ما كانت تحبه غاب عنها. أنا أم رائد من الحسينية، من أهل المخيم. إحنا بس بالتهجيرة سكننا بالحسينية وسكننا بدرعة، يعني ما خلينا مثل ما بقولوها محل ما تهجرنا ورحنا عليه ورحنا على لبنان. أنا جوزي وولادي انفقدوا، وجوزي وولادي 2 شباب. جوزي مواليد 25/8/58، وابني اللي انفقد معه 7/8/87، وبعد 3 أشهر انفقدوا 22/10/2013، وبعد 3 أشهر و10 أيام انفقد ابني الثاني محمد أمين ب30/1/2014. كانوا بحال ما كانوا مثل ما بقولوها من الشغل للبيت. والله يا خالتي ما في مثل ما بقولوها أذوا حدا، انأذوا ما أذوا، كانوا من الجامع للبيت لشغل بس بحالهم. بس مثل ما بقولوها الأزمة بينت الناس على حقيقتها. في ناس ما بتخاف الله، ومثل ما بقولوها بعدين عم يسرحوا وبيمرحوا مثل ما بقولوها لحد وقتنا هذا. أول شيء أولادي من النوع اللي مثل ما بقولوا صح عند النخوة زيادة عن اللزوم. ابني هذا أثناء مثل ما بقولوها يوم إنه كنا بالأزمة أكثر من واحد أنقذهن. واحد على الفرن تذكري يوم النص تقنص وسحبه ووداه لأهله. أكثر من واحد يتقنصوا وكان يعرض حياته للخطر ويطلعن ويشوف اللي يعرف حدا من أهليهن يوديهن كانوا لأهليهن. وأي واحد كان بيننا وبين ليديا بيكمل نفس الشيء، كان يساعدن الشباب اللي مثل هيك. بس في ناس ما بتخاف الله يا خالتي وكتبوا فيهم تقرير. ضلينا إحنا للأخير وهن بالبيت. بس إنه بالأزمة كانت في يوميتها قذائف كثير تنزل على الحسينية، منها طبت في قذيفة بالبيت بروضة جانبنا اسمها روضة الهداية. وكان جوزي وولادي على الباب عم يشربوا الشاي. ابني الصغير هو هذا نفسه وجوزي تصاوبوا. ابني هذا تصاوب براسه وبإيده، إجا لأنه اجت الضربة على العصب، وإيده بطل، لسانه تقل بطل يحكي، وإيده بطلت تتحرك. هو وأبوه من الرعبة ما حسب ساعة الساعة إنه متصاوب، لأنه كانوا برا هن قاعدين وعم يشربوا شاي. صرت أخانق عليهم فوتوا ما رضيوا. نط هو ابني هذا يقول لي بلكي حدا عازنا برا، بدك إيانا مثل النسوان نفوت نتخبى؟ بدك إيانا مثل النسوان نتخبى؟ شوي ما في نتفة نزلت القذيفة بالشو اسمه بالروضة، صار يخبط على الباب أبونا. أنا قبل بس سمعت القذيفة إنه نزلت بالحارة، إنه طلعت أركض أفتح الباب. طلعت فتحت الباب تمد إصبعك ما في تشوف شيء. البلور عنا تكسر، صار يفوت هذا مثل هيك مثل شلون بدي أقول لك الضباب لجوا، الدخان الريحة. هنا كان حاط إيده على معدته هو جوزي، بس فتحت له الباب طلعت هيك هو وابني الثاني وراه. الثالث مبين قلت له وين محمد؟ قام شال دغري ايده عن معدته، طلع لقوه بالارض مصاوي براسه والدم عم ينزف منه. اللهم صل على سيدنا محمد. وغايب عن الوعي. هون نسي حاله وحملوه وركضوا فيه يسعفوه. بس سعفوه جوزي عمل عملية قلب مفتوح. شاف الدكتور واللي بقوله عمي كأنك مبين عليك تعبان،
واللي بقول له والله يا عمي أنا معي القلب، واللي بقول له سطع على السرير لا أفحصك، يا منه فتح القميص، واللي بقول له دغري على العمليات ودوه. طلع مصاوب بمعدته ومن ما نزل دم، لأنه الشظية فايتة لجوا والدم كأنه صار داخلي. اللهم صل على سيدنا محمد. ما حاسس بالوجع، نسي من رعب تاع ابنه نسي حاله، وعملوا له العملية والحمد لله مشي حاله. وابن الثاني هذا هو اللي بقول لك اللي صاوب هو إياه، عملنا له عملية براسه. بالأول هن خيطوا له إياها مع الشعر مع الأزاز، يعني زاد العطل عطلين، بطل يقدر يحكي بالمرة وإيده بالمرة انعطبت. طلع لبرا وعملنا له عملية والحمد لله صار يعني يقول بده يتحسن. ما في كم شهر، يمكن شهرين وهن عم يتعالجوا 2. اللهم صل على سيدنا محمد. استأجرنا بيت بالخربة، خربة الورد. طلعوا البنات، طلعنا البنات يعني والصغار لبرا. ضليت أنا وأبوهن والولد اللي عم يتعالج بالمخيم. إحنا قلت لك من أهل المخيم، من أصحاب المخيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ضل يتعالج لما طابوا، بس طابوا قلنا لهم انه اطلعوا، ما رضيوا، انه بسبة انه صاروا جوا ومصاوبين. وبتعرف كان هذيك الايام اللي مصاوبة بيفكروا انه عامل ومساوي، ما استرجوا يطلعوا. اخر شيء قلنا لهم اطلعوا، يعني قد ما صار ضرب هون عليهن قلنا لهم اطلعوا. كانت الدنيا رمضان، قالوا خلص يلا نضب كم غرض، لأنه طلعنا وما طلعنا من البيت، لا بيتي ولا بيت أولادي ولا غرض، طلعنا غير الثياب اللي علينا. اللهم صل على سيدنا محمد. يلا قال منضب كم غرض ومنطلع. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا والبنات أخذنا كل واحد بطانية بس، لأنه هناك بالخربة كان له رفيق ابني أعطاه حصيرة، أعطاه كم مخدة و3 فرشات، بس انه ما كانوا يكفونا الكل لانه احنا عائلتنا كبيرة. اشي نام على الارض واشي نام مكان على كل 2 3 على فرشة. هون اللهم صل على سيدنا محمد. طلعنا اخذنا البطانيات وطلعنا. تاني يوم عبونا نطلع احنا وياه نيجي ناخد كم غرض ونطلع سوا. قام تسكر الطريق وما عاد في حدا لا يفوت ولا يطلع. هنا وإحنا مستأجرين عند الجماعة، في إلها أخت ساكنة بالحجر الأسود، وكانت جوا محاصرة هي وجوزها. قامت طلعت المخلوقة هي وجوزها، قال ما حكيوا معنا وطلعنا بكل سهولة. جينا حكينا معا، قلنا لهم انتوا ما عليكم. ومع العلم كل الحسنية بتعرف انه يوم اجي يضرب عليها جوزي ما خلاهن بسبة انه ما نشان نحط دم حدا برقبتنا. قال لهم بدكم اياهن هضكني، روحوا تصطفلوا منكم الهن. هون حكينا معهن، قلنا لهم انه طلعت اختها للمرة اللي قاعدين عندها واطلعوا ما بيحكوا معكم. في ناس بنعرفهم وكانوا يوقفوا على الحاجز، حكينا معهن قالوا خلص يطلعوا ما عليه ولا يهمكم. قلنا لهم اطلعوا وانه ما عليكم شيء، وطلعوا للجيراننا اللي عندن احنا مستأجرين عندن وما حكيوا معن. هون في ناس من اللي بنعرفهم انه واقفين على الحاجز معاهن، انه قلنا لهم انه 1 2 3 قال خلينا يطلعوا معلش بنساعدن. هون نهارها ما طلعوا هن، كنا نقلبنا زين هن شو صار معن، ما رضي يطلعوا. هون صار يخانقوا علينا انه ليش ما طلعوا. انا بعتت ناس تطلعن وما بعرف شو، ليش ما هن كاينين عاملين لنا مكيده. احنا مثل ما بقولوها القلب طيب يفكر كل الناس مثله. والله يا خالتي اجينا رجعنا حكينا معهن وقلنا لهم انه 1 2 3 خلص اطلعوا وان شاء الله رح يساعدوكم. هون تاني يوم حملوا حالهم وطلعوا. هن بقلب المخيم كانوا. ضلينا نحكي معن من ما طلعوا لما وصلوا الحاجز. هذا جوزي وابني طلعوا مع سوا بنفس اليوم وبنفس الساعة. لما وصلوا على حاجز الكابلات اللي بسبينة
بس وصلوا لهناك ابني كان فاتح السبيكر وانه فاتح خط وعم نسمع شو عم يحكوا، لحد ما وصلوا لعندن سمعناهن كيف عم ببهدلوا فيهن ويسبوا عليهن ويحكوا عليهن. ما في 5 دقايق الموبايل سكر وصار بدنا ندق عليه يعطينا مغلق. هذا الحكي كان 22/10/2013. ومن هذاك اليوم لهذا اليوم والله يا خالتي ما عاد عرفنا شيء عنهن. يوم انه صار مثل ما بقولوا التحرير والانتصارات قلنا في امل انه نشوف حدا منهن. لحد هلا ابو رائد طلعنا باول ما اللهم صل على سيدنا محمد يوم انه سقط النظام. عزة بيان عائلة، راحت بنتي تجيب لنا اياه ولا مسقطين الاب والابن هاد من الميتين. كيف وين دفنوهن ما حدا بيعرف. وهذا لحد هلا ما بعرف شيء عنه، ميت طيب ما بعرف شيء عنه. هذا كان معنا برا مطرح ما كنا مستأجرين ابني هاد. بالأزمة بشتغل بشركة الحافظ وفيكم تسألوا عنه مثل ما بقولوها. ما كان يأذي حدا مثل ما بقولوها ولا يقربها حدا غير من صلاته لشغله لبيته. والله يا أمي شلون بدي أقول لك، في بالحارة صارت وقفت بالأزمة شغل الحافظ. ابني بيشتغل بالبرادات وبالغسالات هيك شغلات، كان دارس تكييف وتبريد. نادوه الجيران يصلح لنا اياه بدنا نقطع. الصبحيات راح بالليل شاف لنا اياه انه بدنا نقطع. قام الصبح حمل حاله وبده يروح. عيات فيه ما يروح، قال لي يما ما علينا شيء هلا بتناول انا وبرجع. انا ما بدي اياه يروح بس ما رد علي يوميتها. قلت له خلي اختك تحط لك فطور، ما رد. خذ معك بنت اخوك، قلت يعني انه يشوفوا معه بنت صغيره ما يقربوا عليه، كمان ما رضي. قال لي شو بدي افتح روضه انا ماني عامل شيء بس اروح اجيب اغراض واجي. حمل حاله وراح يا خالتي. هذا الحكي امتى كان؟ 30/1/2014. كان في بينه وبين اخوه وابوه 3 أشهر 10 أيام. نفس الشيء هذا يوم وهذا يوم ما عاد عرفنا شيء عنه. لما سقط النظام طلعنا بيان عائلة ولا كاتبين لي انه متوفي هو وابوه. هاي هون ابوه كاتبين له وهاي هون هو. كيف وين ما بعرف. وين دفنوهم كمان ما بعرف لحد هلا. بس اخوها لا والله لحد هلا والله يا خالتي هذا ما عرفت شيء عنه الان. لا انه تعب رائد في واحد عم بتوقع على التليفون بده اياكي. رحت رديت على التليفون على الارضي يعني عارفيني وين انا ورقم التليفون الزلمه. رحت رديت عليه واللي بيقول لي تمسخر اللي يحكي معي باستهزاء يقول لي روحي لحقي جوزك. اسعفوه على مشفى 601. انا من رعبتي ما اخذته اعطيت معه دغري سكرت التليفون ولبست انا وبنتي ورحت وفتت على المشفى وفتت على الغرف اللي بالعنايه المشدده مثل المجنونه. افوت هيك افتح عليهن اللي جوا بالعنايه. اجى دكتور وممرضه قال خالتي انت شو عم بتساوي هون؟ فوتوني اخذوني هيك على جنب وقالوا لي خالتي انت شو عم بتساوي هون؟ قلت لهم 1 2 3 انا اولادي وراحوا وجوزي مو عاملين شيء واجاني خبر انه هون. وفتت لجوا وما خفت منهن والله يا خالتي. وصرت ادور بين المرضى وبس ما لقيت. نجت عاد نطت الدكتوره قالت لي يا خالتي هون شافوكي هلا بياخذوكي اول شيء وثاني شيء ما عليهن شيء. طلعت لها والله يا خالتي ما عليهن شيء. قالت لي روحي خدي بنتك وروحي. اخذت انا ورحت. وهذا يوم وهذا يوم والله يا خالتي ما عاد بعرف شيء لا عن هذا ولا عن الاب
مثل ما بيقولوها ولا عن الابن. يعني أبوهن هو وهذا قلت لك كان هو وياه فات يجيبوا لنا أغراض، وهذا حصرتي عليه هذا ما أذنبني ولا هن بحالن على علمك. كان أبوهن عامل عملية قلب وقاعد على الباب، لا قاعد على هالباب حاط كاسة الشاي وقاعد السلام عليكم عليكم السلام صباح الخير مساء الخير اللي يمرق، بس اللي أذاني يا خالتي في الله. هنا في الحسينية لا تزال الأسماء حية في قلوب أهلها، ولا تزال الصور الأخيرة شاهدة على وجع لم ينتهي بعد. هذه كانت قصة من قصص كثيرة نرويها لنحفظ الذاكرة ولنقول إن من غابوا لم ينسوا. إلى اللقاء في حكاية جديدة من آخر صورة.